في البداية كده أنا عايز أعرفك إن التشكيلة دي هتبقى من توقعاتي أنا، فتتفق معايا عادي وتختلف عادي برضو مفيش مشكلة. فأنت طبعا عرفت فكرة الفيديو من العنوان، هيبقى توقعاتي لتشكيلة الأهلي للموسم الجديد بعد الصفقات الجديدة. فما تنساش فعلا صالة كل جديد، ويلا بينا نبدأ. قبل ما نخش في التشكيلة يعني لتاني مرة، التشكيلة دي من توقعاتي أنا فتختلف معايا. بسم الله. في أول مركز حراس مرمى محمد الشناوي ولا مصطفى شوبير؟ أنا توقعاتي للمدير الفني للنادي الأهلي هيبدأ بمحمد الشناوي، بس أنا عايز مصطفى شوبير. يعني أنا توقعي لمصطفى شوبير من وجهة نظري أنا مصطفى شوبير عشان بيعرف يلعب برجله فهيساعد في الهجمة بشكل كويس جدا. بس أنا أتوقع إن الشناوي هو اللي هيبدأ الموسم. فأول مركز عندنا مركز حراس المرمى، الشناوي هو اللي هيبدأ بسبب خبراته إن هو كابتن الفرقة والكابتن الأول للفرقة وكده. اما لو مصطفى شوبير بدأ برضو، يعني دي ما فيهاش اختلاف، برضو بيلعب برجله كويس وهيساعد في الهجمة. فاظن ان احنا ممكن نبقى متفقين في المركز ده ان الشناوي هو اللي هيبدأ الموسم. اما خط الدفاع بقى فهنبدأ ناحية اليمين. انا توقعي وشايف من وجهة نظري ان كريم فؤاد يرجع، يعني ياخد شوية في الماتشات، وهو بياخد في الماتشات في الماتش الودي وبياخد. فانا من وجهة نظري ان كريم فؤاد هو اللي يبدأ عن هاني. هاني مش مأدي بشكل كويس مع النادي الاهلي في اخر فترة، فانا شايف ان كريم فؤاد هو اللي يبدأ في مركز الباك اليمين. الناحية التانية الباك الشمال كله هيقول محمد شكري، بس أنا توقعي واللي شايف المدير الفني هيبدأ بيه هو أحمد نبيل كوكا. محمد شكري يعني من سيراميكا كليوباترا، نادي مش جماهيري قوي، ما لعبش الماتشات كلها، كان مصاب، فهياخد فترة لحد ما يخش رتم الماتشات وضغط الجمهور وكده. فانا شايف وكوكا بقاله فتره كبيره بيلعب في مركز الباك الشمال، فانا شايف ان من وجهه نظري برضو احمد نبيل كوكا. فكده الباكين بتوعنا كريم فؤاد واحمد نبيل كوكا. القلبين الدفاع بقى انا شايف ياسر ابراهيم افضل مدافع في مصر الموسم اللي فات مع حسام عبد المجيد. آه بيلعب برجله اليمين، فسواء هو اشرف داري الاتنين بيلعبوا برجلهم اليمين. هيبقى الناحية كريم فؤاد، بس انا شايف ياسر ابراهيم عن اشرف داري بكتير بمراحل. والمدافع اللي جنبه اللي بيلعب برجله الشمال هو الصفقة الجديدة من نادي فاركو، ياسين مرعي، اللي كان برضو واحد من أفضل المدافعين اللي موجودين في مصر الموسم اللي فات، وقدر اللي هو يروح النادي الأهلي من نادي فاركو. كان بيلعب في الزمالك وبعد كده راح فاركو وبعد كده النادي الأهلي. مدافع كويس جدا، عنده شخصية وعنده هدوء، هدوء خالص بالخروج بالكرة، وبيعرف يسلم ويستلم بشكل كويس جدا. فده هيفيد النادي الأهلي، وكمان بيلعب برجله الشمال. فهيبقى ثنائية مع ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم اللي بيلعب برجله اليمين وياسين مرعي بيلعب برجله الشمال. فكده خط دفاعنا هيبقى كريم فؤاد على اليمين، وعلى الشمال احمد نبيل كوكا، وعلى المدافع على ناحية اليمين ياسر ابراهيم، وناحية الشمال هو ياسين مرعي، وفي حراسة المرمى الشناوي. اظن ان احنا ممكن نبقى متفقين لحد دلوقتي في خط الدفاع. ممكن نختلف في حراسة المرمى، في ناس تبقى شايفة ان الشناوي هو اللي يبدأ، وناس تانية تبقى شايفة ان مصطفى شوبير هو اللي يبدأ بسبب غلطات الشناوي في الفترة الأخيرة، مد ايده يعني. ما في نص الملعب اللي انا واثق اللي احنا هنختلف بشكل كبير جدا، بس اظن في مركز 6 هنبقى متفقين كلنا. جمهور الاهلي هيبقى متفق معايا بنسبة تتخطى 90%، وهو الدبابة المالية اليو ديانج بلا منازع. اليو ديانج اللاعب نص الملعب اللي انت تحبه في موجود في فرقتك ايا كانت فرقتك، ممكن يلعب في اي فرقة في العالم مستريح جدا، واساسي من افضل لاعبين النص الملعب الدفاعي في افريقيا كلها. لاعب عنده حلول كتير، ممكن ياخد الكرة اصلا ويعمل انطلاقة لوحده ويعدي زي ما عمل في ماتش انبي وجاب جون. فاليو جانج دبابة في نص الملعب لا خلاف عليه، شفناه في ماتش بورتو في كأس العالم للأندية لما نزل عمل ايه. فمن افضل لاعبين نص الملعب في النادي الاهلي حاليا هو اليو ديانج. فاول اختيار في نص الملعب في مركز 6 هو اليو ديانج. جنبه بقى في مركز 8 هو امام عاشور، افضل لاعب في الاهلي الموسم اللي فات. اظن احنا لحد دلوقتي كده متفقين، وامام عاشور في مركز 8 فهيديله الحرية اللي هو ينطلق ويدافع براحته. اما بقى في مركز 10 اظن برضو هنبقى متفقين، المايسترو الجديد التونسي محمد علي بن رمضان. يعني قدم نفسه بشكل كويس جدا في كأس العالم للأندية، وحجز مكان في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي. أظن نص الملعب ممكن نبقى متفقين فيه بنسبة تتخطى 90%، أليو ديانج وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان. وعلى اليمين أظن هنبقى متفقين زيزو، الصفقة الجديدة، أفضل لاعب في مصر في آخر 3 سنين. لاعب يعمل عرضية من أي مكان، يشوط لك من أي مكان، لاعب كويس جدا، مميز في الضربات الثابتة. فإضافة قوية للنادي الأهلي ناحية اليمين. وهيبقى في منافسة قوية مع طاهر وحسين الشحات، والمدى السريع تبقى لصالح النادي الأهلي. وعلى الشمال
اشرف بن شرقي مش تريزيجيه. انا شايف اشرف بن شرقي افضل من تريزيجيه. شايف ان اشرف بن شرقي عنده حلول كويسه جدا، مهاره ممكن يعدي ويعمل عرضيه، مهاره ممكن يعدي ويحط ارضه في الجون. فانا من وجهه نظري انا شايف اشرف بن شرقي هيبقى افيد للنادي الاهلي عن تريزيجيه. تريزيجيه بحسه بيميل اكتر للحلول الفرديه، هو اللي عايز يجيب الجون يعني، بالبلدي كده بيلعب انانيه من وجهه نظري يعني. فانا شايف ان اشرف بن شرقي هو اللي هيبقى مفيد للنادي الاهلي. مركز بقى المهاجم في وجود محمد شريف، جريتشار، احمد حسن كوكا اللي فيه كلام عليه، اللي الاهلي خلاص اتفق معاه بسنتين، في السنة 20 مليون تقريبا يعني على اخر الكلام. فانا مش عارف، ممكن تختلفوا معايا 100%، تختلفوا معايا في دي. انا عايز احمد حسن كوكا، لاعب عنده خبرات في اوروبا ودوري الابطال والدوري الاوروبي، ومسجل فوق ال120 جون في اوروبا، فعنده خبرات. فما ينفعش لاعب يبقى لا بيلعب في اوروبا ولعب في دوريات، لعب في الدوري الفرنسي من افضل 5 دوريات في العالم، ولعب في دوري الابطال والدوري الاوروبي. فما ينفعش تجيب لاعب اوروبي تقعده دكة. ومحمد شريف ما كانش بيأدي الموسم اللي فات بشكل كويس مع نادي الخليج، فاللي هو ما بياخدش رتم الماتشات 100%. فانا شايف من وجهة نظري احمد حسن كوكا هو اللي يبدأ في تشكيلة الاهلي الاساسية. فلو هنعمل نظرة اخيرة عن التشكيلة، هيبقى الشناوي، كريم فؤاد، واحمد نبيل كوكا، وياسين مرعي، وياسر ابراهيم، اليو ديانج، وامام عاشور، ومحمد علي بن رمضان، زيزو، بن شرقي، احمد حسن كوكا. وبرضه عشان لو في ناس هتختلف معايا في بعض المراكز، ممكن نعمل تشكيلة تانية مع اختلاف بعض اللعيبة. فتبقى في حراسة المرمى شوبير، خط الدفاع على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال محمد شكري، ان شاء الله لما ياخد ريتم الماتشات ويخش في الماتشات فهيحجز مكانه اساسي. خط دفاع فياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام او اشرف داري. بس شايف ان ياسين مرعي هو اللي حجز مكانه ناحية الشمال عشان رجله الشمال. فانا شايف البديل اللي هيبدله هو هيبقى ياسر ابراهيم، اشرف داري او احمد رمضان بيكهام مكانه. فانا لو اشرف داري او احمد رمضان بيكهام، فانا هختار رمضان بيكهام، احمد رمضان بيكهام. في نص الملعب برضو انا مش شايف هيبقى هنختلف، برضو مش شايف ان احنا اختلفنا في التشكيله الاساسيه. بس انا عايز اعمل حاجه يعني، لو امام عاشور اتصاب مثلا او موقوف او حاجه زي كده، فانا بفكر او بين رمضان، فهنلعب بأليو ديانج وامام عاشور وقدامهم زيزو. يعني انا شايف ان زيزو في نص الملعب هيبقى افيد بنسبه كبيره برضو، عشان على اليمين طاهر. ماشي، عشان طاهر بعد الموسم اللي قدمه الخرافي السنة اللي فاتت، موسم شفنا امكانيات طاهر الحقيقية، وعرفنا ان طاهر لعيب كبير قوي. وكمان حصل في الماتش الودي الاخير قدام الملعب التونسي كان بيطلع كل اللي عنده وعنده كل الحلول. فانا شايف ان طاهر ممكن يبدأ ناحية اليمين، وزيزو يبدأ في نص الملعب لو الاهلي عنده مشكلة مع محمد علي بن رمضان او امام عاشور في ماتش من الماتشات. وبرده زي ما انا قلت على على الشمال بن شرقي، ومهاجم هو محمد شريف مكان احمد حسن كوكا. اظن ان احنا كده نبقى متفقين بنسبة كبيرة في التشكيلتين. ممكن نكون اختلفنا في التشكيلة الاولى في بعض المراكز، واتفقنا في التشكيلة التانية في بعض المراكز برضو. ففي النهاية برضو قول لي رأيك في التشكيلة في الكومنتات، وانت شايف مين اللاعب اللي يستحق يبقى موجود في التشكيلة الأساسية. سيرك في الكومنتات. واخيرا التشكيلة دي من وجهة نظري تختلف او تتفق معايا شيء عادي جدا. وبس كده، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد. والسلام.